وأولى المفاجآت: نيجيريا يتعادل أمام غينيا الاستوائية، والفيلة الإيفوارية بالعلامة الكاملة وبأقل مجهود في أولى مباريات العرس القاري الإفريقي. المنتخب المصري يفلت من هزيمة محققة في الدقيقة 96. أهداف ساحل العاج سجلها في الدقيقة 4 فوفانا، وفي الدقيقة 58 يضيف كراسو الهدف الثاني. وبهذا الفوز يحقق العلامة الكاملة وبأبسط وأقل مجهود نحو التأهل إلى الدور 16 ليؤكد على أنه جاهز للترشح للأدوار القادمة. في المقابل نيجيريا تفرض عليها غينيا الاستوائية التعادل الإيجابي، ففي الدقيقة 36 سلفادور المتألق الرعد يسجل الهدف الأول، وبعدها بدقيقتين يعدل أوسيمين النتيجة لمنتخب نيجيريا، حيث هذا اللقاء شهد التحام بدني قوي جدا خاصة في وسط الميدان، مما يؤكد على أنه الأدغال الإفريقية أو مهمة العرب مصر أو الجزائر أو تونس أو المغرب أو بدرجة أقل موريتانيا الشقيق مهمتهم صعبة جدا، ولكن بإذن الله سيكون التتويج عربي. وبهذا تكون المجموعة الأولى كالتالي: كوت ديفوار ب3 نقاط فيما لم يتلقى شباك ولا هدف. في المقابل نيجيريا وغينيا الاستوائية نقطة لكل منتخب، وفي المرتبة الأخيرة غينيا بيساو. حظوظ المنتخبات كما ذكرنا في فيديوهات سابقة تبقى متوازنة، ولو أن الأولوية تبقى إلى البلد المنظم كوت ديفوار وبعده نيجيريا. لا زلت أراهن على أنه سيكون هنالك مفاجآت، أبرزها أحد أحسن السوداء التي رشحتها في هذه البطولة ألا وهي غينيا الاستوائية. وفي المجموعة الثانية وللأسف الشديد المنتخب المصري يفلت من هزيمة محققة في الدقيقة 96 من طرف ضربة جزاء من طرف محمد صلاح عن طريق ضربة جزاء، بعدما كانت هنالك مباراة دراماتيكية من طرف المنتخب الموزمبيقي. أهداف المباراة كانت في الدقيقة الثانية من طرف المنتخب المصري عن طريق مصطفى محمد بهدف عالمي من داخل منطقة الجزاء. في الدقيقة 55 في تونس جواو يعدل النتيجة، وفي الدقيقة 8 وللأسف الشديد وبعد 3 دقائق أي في الدقيقة 58 بالضبط يضيف سيليسيو بواكي الثاني للمنتخب الموزمبيقي الذي اعتمد على الطريقة التكتيكية 4-4-1-1، مما يعني أنه ركز على الدفاع والوسط الميدان. المنتخب المصري قلنا في الدقيقة 96 عدل محمد صلاح عن طريق ضربة جزاء، مما يعني أن هنالك المجموعة أصبحت نقطة لكل من المنتخب المصري والمنتخب الموزمبيقي. المنتخب المصري اعتمد على الخطة التكتيكية 4-3-3، فيما المنتخب الموزمبيقي كما ذكرنا اعتمد على الطريقة الدفاعية من خلال طريقة اللعب تاعو الواضحة، التكتل في الخلف والاعتماد على الهجومات المرتدة أو إن صح التعبير التركيز على أخطاء المنتخب المصري. وهذا ما حدث بالفعل من خلال بعض الإحصائيات. تصوروا معي 21 تسديدة للمنتخب المصري على المرمى، فيما حوالي 6 تسديدات بالضبط على مرمى المنتخب المصري من طرف المنتخب الموزمبيقي، 2 منها كانت الأهداف. بالمناسبة المنتخب المصري يقدم أداء إلى حد بعيد متذبذب في الفترة الأخيرة، مما يعني أن هنالك لابد أن نراجع حساباتنا قبل الجولة الثانية والثالثة من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2024. لا تنسوا الاشتراك في القناة دعما وتحفيزا لنا على مواصلة المزيد.